أينما وجدت الروح الكردستانية وجدت البارزانية. في 31 تموز عام 83 تعرض الكرد لإبادة جماعية فظيعة عندما دهمت قوة نظام صدام القرى والمنازل واحدة تلو الأخرى. في غضون أيام قليلة اعتقلت 8000 من كبار السن والشيوخ والأطفال البارزانيين واقتادتهم إلى صحارى العراق. ووثق صدام حسين هذه الإبادة الجماعية بقوله: أرسلناهم إلى الجحيم. ولم يتم العثور حتى على عظام هؤلاء المنفلين طيلة 22 عاما. كانت عمليات أنفال البارزانيين جزءا من عمليات الإبادة الجماعية الكبرى الأخرى في كردستان. تم استهداف البارزانيين بالذات لهذه الإبادة الجماعية، وليس بسبب هويتهم العائلية فحسب، بل أيضا بسبب أهدافهم وتمثيلهم السياسي والشعبي والديني. لهذا وقعوا في مرمى الغزاة المحتلين، وتمت أنفالتهم بسبب الرمزية الكردية. تبدأ قصة هذه المسيرة عام 1850 بقيادة محمد بارزاني في بارزان. أظهر البارزانيون أول مقاومة منظمة ضد الأنظمة المحتلة والمقسمة لكردستان. في البداية وقف البارزانيون بوجه مخطط جمعية الاتحاد والترقي المؤسسة للدولة تركيا العنصرية، وأصبحوا أيقونة الشرف وكرامة الأمة الكردية. وما زالت هذه المسيرة والنهج الصامد مستمران لغاية اليوم. أصبح شيخ عبد السلام بارزاني، الشيخ أحمد والزعيم الخالد ملا مصطفى بارزاني، ومن بعدهم إدريس بارزاني ومسعود بارزاني قادة هذا الطريق المقدس، بمعنى أن العلم الفكري والنضال السياسي الكردستاني ظل يرفرف عاليا في سماء كردستان بزعامة البارزانيين طوال 130 عاما الماضية. واجه الخط النضالي الذي رفعه البارزانيون عقبات كبيرة في التاريخ، من الإبادات الجماعية، النفي والتهجير والأنفال، لكن المسيرة نمت وكبرت بمرور الزمن، وبالأخص في القرن العشرين، حيث انتقلت البارزانية إلى ما هو أبعد من حدود اتحاد عشائري وقبلي. وظهرت في البداية باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني، لكنها تخطت ذلك أيضا. وبمرور الوقت تحولت البارزانية إلى باراديغما ذات مبادئ فكرية وسياسية فلسفية ودينية تنظيمية وحماية القيم والمبادئ الاجتماعية. وقد ذكر الرئيس بارزاني ذلك خلال المؤتمر الرابع عشر للديمقراطي الكردستاني عندما قال: البارزانية مدرسة وليست ارتداء جمدانية. نعم، يوجد البارزانيون اليوم في كل مكان. البارزانيون موجودون في زاخو وخانقين والسليمانية وكركوك وشنغال، بل ليس فقط في إقليم كردستان، فهناك بارزانيون في عفرين إلى ديرسم، من مهابات إلى ميردين، من آمد إلى آميدية. البارزانية مسيرة فكرية اعتقادية تتجسد في أي كردي يناضل من أجل تحرير كردستان من الغزاة المحتلين يتوجه صوب هذه المسيرة، وكذلك العكس، حيثما وجد أعداء كردستان يوجد هناك أعداء البارزاني. جميع القوى التي أرادت سلب إرادة الكرد والقضاء على كيانهم بدأت أولا بمهاجمة ومحاربة البارزانيين، ولهذا بدأت حركة البارزاني في تاريخها العريق والممتد ل100 عام بمناهضة الإمبراطورية العثمانية ومحاربتها. كما هاجم البريطانيون البارزانيين من أجل بقاء الكرد بلا كيان على خارطة الشرق الأوسط. كما شنت الدول الاستعمارية العراق وإيران وسوريا وتركيا هجوما على البارزانيين في البداية من أجل بناء جغرافيا بلا كرد، وخاضت صراعا لا نظير له من أجل فصل الكرد عن البارزانيين. وكذلك اليوم باتت الجهات المعادية لأي كيان كردي تقف وراء الهجمات على البارزانيين، بدءا من العنصريين الأقليميين وصولا إلى الحشد الشعبي وحزب العمال الكردستاني بككا. هذه الهجمات ليس مادية فحسب، بل معنوية أيضا، تهدف إلى خداع الكرد وتحريفهم عن مسيرة وقيم البارزانيين. ظل البارزانيون يبنون هذا الصرح الوطني بالعرق والدم منذ 130 عاما، تعرضوا من خلالها لهجمات منعدمة النظير، والتي هي امتداد لعقلية صدام الفاشية التي دفنت 8000 بارزاني وهم أحياء. هناك العديد من الأعداء للبارزاني، لكن البارزاني أي نحن، أي الكردستانيين، أي المخلصين الوطنيين المحبين لكردستان في كافة أجزاء كردستان الأربعة، يقفون وراء مبدأ الشيخ أحمد القائل: الحياة كلها تتجسد في موقف بكرامة. نعم، الأعداء كثيرون والظالمون مستبدون عديمو المبادئ، يقفون وراء الافتراءات المظلمة،
لكن البارزانية التي لم تنتهي طوال 130 عاما الماضية لن تنتهي طالما بقيت كردستان موجودة. فالبارزانية روح كردستان الحرة وقلبها النابض.